FM. هذه راهي ثورة عقول وليس ثورة بطون. هذا الساسة ما همش فاهمينه والنهضة ماهيش فاهمته. احنا ان شاء الله ربي يبقي ستر على تونس، هذا قبل كل شيء نطلبوه من ربي. واللي يرحلوا لا حوار لا حتى شيء، اللي يرحلوا نقطة ورجع للسطر. النهضة يسونتيتو وما همش مسيبين الحكم، وباش يلقاو لي ديفايونس باش يخرج من هنا من هنا. انا حاسب رايي ما يحبوش يخرجوا وما يحبوش الحوار، وهذه كلها لعب على اليمين وعلى اليسار باش ياخذوا في الحكم وباش يطوروا اكثر مده من الحكم نتاعهم. والسبب ظاهر برشا هي الانتخابات، يحبوا يطولوا اكثر بقعه اكثر وقت باش الانتخابات يعملوها على مقاسم هما لا اكثر ولا اقل، وربي ينصر تونس. والله نبدا نغزى على تونس كيفاش ولات، وعلى احنا شعب نحبوا بعضنا الكلنا. والله نحب تونس باهيه هكا، نحبوا نعيشوا الكل، نحبوا السواد الكل الاجتماعيه ولا اللي تصورها في البلاد كلها مع ان نرتاحوا من الارهاب ونرتاحوا واحد ولا يخرج ولا يخاف على روحه. تبارك الله عندنا امن يهبل، عندنا شرطه تهبل، عندنا حرس يهبل، وديما خايفين علينا. يختاروا هما ما يخلونا بينا احنا ولا الحرس والشرطه والامن. اول حاجه تسقط الحكومه ومن بعد نشوفوا فما حل اخر. من بعد الشعب هذايا الكريم في اليوم اللي حقيقه الشعب التونسي كره وفد الانتخابات منذ عامين. هم وعدونا باش يخرجوا، وللاسف الشديد تو عامين ننتظروا كلمه فقط ان الحكومه هذه تعلن على استقالتها، على الاقل تنفرج الازمه، وعلى الاقل المواطن يحس حقيقه اللي نفسيا حقيقه هالحوار اللي اجراه الرباعي بقياده الاتحاد العام للشغل كمنظمه وطنيه على الاقل اعطاه مفعوله وكان ايجابي. وننتظر بعد اعلان الحكومه عن استقالتها ان شاء الله في الايام القادمه الاقتراحات تاع الرباعي تمشي، وهكذا تبعد على ربما موجه الارهاب والعنف، ونبعدوا على ربما شاكلات اللي وقعت في مصر ولا في غيرها. ماذا بينا هذوما الحكام الجدد يفهموا، خلي التغيير يكون سلس وسلمي، والا لا قدر الله هاكم شفتوا بلادنا غرقه في العنف وفي الارهاب، وربي يستر. الشعب يريد رحيل الحكومه. احنا الشعب التونسي فد من المشاكل هذه اللي عملتها لنا الحكومه، ما شفنا منها شيء. الفقر، المرض، الارهاب، الدم، البطاله، شنو مازال باش تعملوا لنا؟ ولذا الشعب التونسي اليوم يحب يقول للترويكا انت اعطيناك فرصه نتاع عامين ومنعمناه وانت وفات شرعيتك. اليوم ماذا بينا تحترم الشعب التونسي وتحترم اختياراته. انا بالنسبه لي كانسان عندي قراءه تاريخيه لحركه الاخوان المسلمين، باعتبار حركه النهضه جزء لا يتجزا من حركه الاخوان المسلمين العالميه. اقوله بكل تحدي ان شاء الله يكون صحيح، ولكن نقولها وثم كلمه قال عبد الناصر قالها زمان، الاخوان ما لهمش امان وربي يستر. الشعب هو اللي يحكم. التونسي راهو مش باش يرجع بالتوالي، ما عادش باش يرجع كيما عهد بن علي. الشعب التونسي متصدي لكل اي نظام ديكتاتوري او استبدادي.